احنا معانا على التليفون اللواء منصور العسوي المرشح لمنصب وزير الداخلية في حكومة الدكتور عصام شرف. مساء الخير سيادة اللواء. بنبارك لحضرتك وبنحملك مسؤولية عارفين انها تقيلة، بس عارفين انك بإذن الله قدها وقدود. الله يخليك يا ربنا. اهلا بحضرتك. طيب سيادة اللواء، انا هبتدي من تصريح حضرتك فيما يخص جهاز مباحث امن الدولة. حضرتك تعهدت بانه هيتم تقليص دوره بحيث يقتصر فقط على مواجهة الإرهاب وما يكونلوش أي دور فيما يخص حياة المواطنين. تمام. عمليا التعهد ده بيعني إيه؟ يعني إيه؟ عمليا أيوه يعني أنه دور أمن الدولة هيقتصر على جرائم مكافحة الإرهاب، لأن مكافحة الإرهاب مش ممكن نسيبها للإقسام. دي جريمة مستمرة وجريمة بتاخد الجمهورية على من طولها لعرضها، فما اقدرش اسيبها الاسم اللسان، فلازم يتولى لها جهاز. فيقتصر دور امن الدوله على فقط مكافحه الارهاب، لا ليه علاقه بالطوائف ولا بالجمعيات ولا باللي يتعين ولا باللي يتخرج ولا بالجامعه ولا تعيين معيدين ولا الكلام ده. طيب لكن هيسبق الخطوه دي اي خطوات لها علاقه بالمحاسبه؟ طبعا المحاسبه اذا كان هناك اخطاء كل واحد هيتحاسب عليها في جهاز الشرطه سواء في امن الدوله ولا غيره. هو اذا كان وهذا طبيعي، اي اخطاء حدثت من جهاز الشرطه في خلال الاحداث دي كلها سواء كانت من جهاز امن الدوله او من اجهزه اخرى، لازم كل واحد يتحاسب على الخطا اللي عمله. في يعني هل في آلية معينه او خطه معينه للمحاسبه تم وضعها ولا ده مؤجل لحين حلف اليمين؟ انا ما حلفتش اليمين وما دخلتش الوزاره، انا دخلت بسمع الاخوان، انا بسمع اخواننا بشوف ايه القصه، ايه الاخطاء اللي حدث، بقيم الوضع. لسه ما تقييمك لسه ما عرفت مين ومش من حقي اعمل اي اجراء في الجهاز. جميل. طيب تقييم حضرتك للي بيحصل على مدار ال3 ايام اللي فاتوا فيما يخص محاولات الاتلاف العمدي لمستندات وارشيف جهاز امن الدوله، خاصه السري والسري للغايه منه. اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا اول 3 ايام اللي حضرتك بتتكلم عليهم انا كنت مسافر بره، انا لسه راجع امبارح بالليل الساعه 11 بالليل من مطار القاهره، كنت جاي من فرنسا، كنت في رحله علاج مع مراتي. فما عنديش فكره ان امن الدوله تحرق مستنداتها، ده كلام طبعا مش منطقي يا اخوانا، كلام مش منطقي. يعني اصل دي المستندات اللي هم بيستندوا اليها. طب لما يحرقها طب النتيجه ايه؟ انا ما عنديش فكره طبعا، ما سالتش حد، ما قعدتش، ما دخلتش جوه، انا لم ادخل اي مبنى من مباني امن الدوله لغايه دلوقتي، لان انا لسه بقول لك حضرتك انا النهارده دخلت المبنى ده بتاع الوزاره حوالي الساعه 3 او 4، لانه البلد كلها مقفله من كل ناحيه. طيب يعني حضرتك عندك شك ان تكون عمليات الاتلاف ما هياش من قيادات مباحث امن الدوله؟ لا طبعا، لا ما عنديش فكره، ما اقدرش اقول لك ولا لا، ما عنديش فكره من قيادات ولا مش من قيادات، ما اقدرش اقول ولا لا، لان ما شفتش حاجه، ما اعرفش حاجه بالظبط على القصه دي. انا عن معلوماتي ان ما فيش حد فيهم موجود في اي مبنى من مباني امن الدوله دي، حتى ده فراغ امني في امن الدوله يا اخوانا، ده هم اصلا مش موجودين في مكاتبهم. فمين اللي بيعمل الكلام ده من عذاره؟ هو انا معلوماتي ان امن الدوله مبنى امن الدوله الرئيسي استلمته القوات المسلحه، مبنى امن الدوله في اكتوبر استلمته القوات المسلحه، مبنى امن الدوله في الجيزه استلمته القوات المسلحه، مبنى امن الدوله بس معظم المقرات مبنى الوزاره استلمته امن. فمين اللي بيعمل؟ معظم المقرات دي لما استلمتها قوات الجيش والنيابه العامه كان بداخلها او على الاقل بداخل بعضها منهم اسكندريه و6 اكتوبر على الاقل كان في عدد من القيادات وهي اللي كانت بتتولى جوه عمليات الحرق والاتلاف. انا بتاع حادث اسكندريه، دخول امن الدوله في اسكندريه، انا كنت بره وسمعته في التلفزيون في باريس. ما اعرفش ايه تفاصيل، انما انا معلوماتي ان سياده المستشار زكريا عبد العزيز بيقول لي انا حصل استغاثه في قناه الجزيره، وانا بناء على هذه الاستغاثه انتقلت ورحت من الجماعه اللي موجودين في امن الدوله في مدينه نصر والمبنى الرئيسي، وبقول ان منعتهم، منع الشباب يعني انه يعملوا اي تخريب في المبنى، والمبنى اتسلم بكامله للقوات المسلحه. يعني ما حدش خرج، ده المبنى الرئيسي اللي فيه كافه مستندات امن الدوله في الفروع بالكامل. يعني لو في فرع في الجيزه او في اسكندريه او في القاهره او في هنا في معلومه بيبعتها الامن الدولي في الاداره، بتتسجل على الكمبيوتر هناك، يبقى اذا انت كله موجود تحت خلاص قوات مسلحه دلوقتي، ما فيش حد خرب حاجه ولا بتاع. اذا كان خرب في اسوان ولا في كفر الشيخ ولا في اي موقع اخر، طب ما هو الموجود بتاعه الاصل بتاعه موجود في الارشيف بتاع امن الدوله اللي في مدينه نصر، وده امن الدوله استلمته امبارح بالكامل.
بس هي طيب سياده اللواء، علشان يعني لحين ما تكتمل كل المعلومات بالنسبه لحضرتك، ولحين ما تحلف اليمين وتكون وزير الداخليه يعني الرسمي لاداره يعني الشؤون اللي هي الشغل الشاغل المصريين في الفتره الحاليه. الشغل الشاغل دلوقتي بالنسبه لنا ان تعود الشرطه للشارع المصري. صحيح. عشان تعود الشرطه للشارع المصري لابد ان ندي ثقه للضابط والفرد اللي موجود في الشارع ده، لازم اديله ثقه. ما مش ممكن ابدا اديله ثقه وهو شايف كل المباني بتاعته بتتدمر. ما ينفعش يعني، لابد لازم نقف. طيب اللي الثقه مطلب معين، اللي ليه مطلب معين من اخواننا الشباب او من المشاركين في هذه الثوره، بيقول ان هناك انحراف في اي مبنى في وزاره الداخليه، يتصل بينا بالتليفون، يتصل بجهاز اي جهاز من اجهزه الامن، يقول في كذا، انا ما عنديش مانع اروح اخده واطلع بيه على المكان اللي هو بيقول. ما هو لحد ما حضرتك تحلف اليمين يعني الاختيار ده او الطريق ده ما هواش يعني متوفر. لغايه قبل ما احلف اليمين انا متعهد ان انا اطلع مع اي واحد لاي مبنى من مباني الوزاره. طيب مبنى لازغلي الناس ما هياش عارفه ايه اللي بيحصل جوه ومش قادره توصل لحد جوه. مبنى لازغلي والله ما في حد، مبنى لازغلي ده جنب مبنى الوزاره. انا قاعد فيه دلوقتي، انا قاعد في مبنى، مش مبنى، انا قاعد في مبنى الوزاره، ده بيني وبينه مترين. لو والله العظيم ما في حد في طيب المبنى. احنا كلنا ثقه يعني سياده اللواء اولا انه انك هتبقى حريص على اعاده الثقه، مش بس القوات المسلحه شمعته، يعني القوات المسلحه شمعت المبنى بتاع لازغلي والنيابه العامه عملت معاينه فيه. تمام. فما فيش يعني دلوقتي حتى لو دخلوا هيلاقي ان المبنى بتشمع بقرار من النيابه وبمعرفه القوات المسلحه، فما فيش مشاكل. طيب دي معلومه في منتهى الاهميه ان المبنى متشمع. بالظبط. ونرجو انه تكون المعلومه الاهم انه ما تمش اتلاف اي يعني مستندات جوه او اخراجها او اعدامها باي شكل من الاشكال. سياده اللواء، احنا كلنا ثقه انه مبدئيا الاولويه بالنسبه لك في المرحله اللي جايه هتكون اعاده الثقه مش بس لضابط الشرطه في الشارع لكن كمان للمواطن المصري بالظبط، انه يكون في ثقه متبادله. المواطن في جهاز الشرطه ما عملناش حاجه، يبقى ما عملناش حاجه. صحيح، وانه عمليات المحاسبه لكل من اخطا والتحقيق في اللي بيحصل على مدار الايام الثلاثه اللي فاتت ده في منتهى الاهميه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء منصور العيسوي المرشح لمنصب وزير الداخليه في حكومه دكتور عصام شرف.